بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الكرة مع عادل على اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم. لو بتشوفونا على اليوتيوب لايك وشير ومتابعة لقناتنا على اليوتيوب، ولو بتشوفونا على الفيسبوك لايك وشير ومتابعة لقناتنا على الفيسبوك. ياسر إبراهيم يعود إلى منتخب مصر بعد إصابة أسامة جلال مدافع بيراميدز. ياسر إبراهيم بعد استبعاده من منتخب مصر بعد الأداء القوي اللي قدمه في كأس العالم للأندية وفي السوبر المصري بالإمارات، ما قالش غير الحمد لله وبتمنى التوفيق للنادي لجميع زملائي بمنتخب مصر. لما تقول الحمد لله ربنا بيكافئك وبيعوضك خير، فربنا عوضه ان إصابة أسامة جلال رجعته لمنتخب مصر، بيكون بجوار أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم مدافعي منتخب مصر. بالتوفيق لياسر إبراهيم ليقدم بطولة قوية مع منتخب مصر. بالنسبة لأخبار نادي الزمالك، نادي الزمالك على أعتاب التعاقد مع مدير فني خلفا لمعتمد جمال المدير الفني الحالي بعد تدهور نتائج نادي الزمالك في الفترة الأخيرة. المديرين الفنيين واحد ألماني وواحد بولندي. الألماني مارك فوتا والبولندي فان باندر بروك. الأقرب لنادي الزمالك اللي هو مارك فوتا. مارك فوتا مقدم تنازلات كتير رغم السي القوي اللي بيتمتع بيه وتدريبه للعديد من الأندية الكبيرة، لأنه عايز يصنع تاريخ لنفسه ولنادي الزمالك. وبعد طبعا ما عرف نادي الزمالك الشعبية الجارفة ليه في مصر والوطن العربي وفي إفريقيا، قال لك لا ده نادي قوي هعمل لنفسي اسم، فمقدم تنازلات ان هو يجي يدرب نادي الزمالك. هنشوف خلال الشهر ده ايه الجديد اللي هو ممكن يحصل في التعاقد مع احدهما الماني او بولندي، لان الزمالك مقدم على دوره وديه في الامارات خلال شهر يناير، فمحتاجين المدرب ان هو في فتره اعداد الفريق يشوف الفريق كويس عشان يقدر يقدم بطوله قويه. بالتوفيق لنادي الزمالك للتعاقد مع الانسب من كليهما. بالنسبه لتعاقد الشباب السعودي مع احمد سيد زيزو، الشباب السعودي كان معسكر في القاهره، معسكر اعداد، وذهبوا لنادي الزمالك وجددوا مفاوضاتهم ورفع القيمه الماديه من 7 مليون دولار ل 9 مليون دولار للتعاقد مع احمد سيد زيزو. نادي الزمالك بيبحث حاليا الموقف، هل يوافقوا على بيع زيزو لحل الازمه الماليه ورفع ايقاف القيد عن نادي الزمالك عشان يقدروا يأيدوا صفقاتهم اللي هم تعاقدوا معاها؟ ده اللي هيبان في خلال شهر يناير. بالنسبه للمنتخب واصابه احمد كوكا لاعب وسط النادي الاهلي. احمد كوكا لاعب وسط النادي الاهلي ووسط منتخب مصر، لاعب عنده 22 سنه، وقلنا ده هيقدم بطوله قويه مع المنتخب على الاداء القوي اللي قدمه في كاس السوبر وفي كاس العالم للانديه. ولكن قدر الله ما شاء فعل، اصابه في اوتار القدم تبعده عن منتخب مصر، ولكن القدر يخبئ له الاحسن من هو تمديد عقده مع النادي الاهلي لمده 5 سنوات بقيمه ماليه تناسب امكانيات اللاعب ده اللي بتنبأ له بمستقبل باهر لو حافظ على نفسه. اتكلمنا عن استبعاد ياسر ابراهيم، دخل ياسر ابراهيم المنتخب واستبعاد اسامه جلال واصابه كوكا وعلى المدير الفني لنادي الزمالك، وخبرنا اللي احنا اتكلمنا عنه اليومين اللي فاتوا، وتعاقد النادي الاهلي مع عمر كمال عبد الواحد لاعب منتخب مصر. النادي الاهلي انهى 90% من البنود المتفق معها بالنسبه للقيمه الماليه، يتبقى اللاعبين اللي هم هيروحوا مكان عمر كمال عبد الواحد. صلاح محسن رافض يروح بديل لعمر كمال عبد الواحد، بيقول لهم مش عايزيني، قدموا لي استغنى، ادوني استغنى وانا اروح اي نادي انا عايزه. حاليا دلوقتي بعد فسخ اعاره عمار حمدي مع نادي المقاولون العرب، عمار حمدي هيخش في صفقه عمر كمال عبد الواحد لانهاء كل الاجراءات قبل نهايه شهر يناير. ده بالنسبه لعمر كمال عبد الواحد. بالنسبه لوسام ابو علي، وسام ابو علي حضر النادي الاهلي وزار النادي الاهلي ووضع عقود ابتدائيه لانضمامه للنادي الاهلي. ومن مصادرنا ان سفر امير توفيق الى السويد لانهاء كافه الاجراءات مع النادي السويدي للتعاقد مع وسام ابو علي
للنادي الاهلي، لان مارسيل كولر مصمم على اللاعب ده، بيقول لك انا عايز الاقي اللاعب ده في النادي الاهلي. مارسيل كولر هيعود الى القاهره يوم 10/1، فانا عايز اللاعب ده يكون موجود معايا في فتره الاعداد لاستئناف مباراه الاهلي بعد كده، لان اللاعب هيتأيد ان هو محلي، يعني ما فيش مكان للاعب اجنبي، ولكن هو يتأيد محلي بما انه يحمل الجنسيه الفلسطينيه. فسفر امير توفيق لانهاء كل البنود، لان النادي السعودي رفع العرض من 1,200,000 دولار ل 2 مليون دولار، زائد امتيازات او حوافز ماديه اخرى بالنسبه للمشاركه او اعاده بيعه بعد كده. فسفر امير توفيق مش هيغيب اكتر من 48 ساعه، في خلالها ممكن يصطحب اللاعب معه الى القاهره. واتكلم بالنسبه للقيمه الماديه، هتدفع كاش ولا تقسيط؟ ده اللي امير توفيق هيقدر ينهيه مع النادي السويدي. بنتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، لان صفقه وسام ابو علي مهاجم يتمناه اي نادي في العالم، مهاجم سريع، هيدرز، مهاري، قوي، طول مناسب، طول المهاجم الصح. فاتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي. والنادي الاهلي يراقب كانوتي، اللاعب اللي هو مارسيل كولر عايزه، بيراقبه في كأس الأمم، في مباراة كأس الأمم مع منتخب بلاده، في حالة لو هو ده المهاجم اللي النادي الأهلي محتاجه، يتعاقدوا معاه في الصيف القادم بديلا لأنطوني موديست. دي طبعا أنا ما بحبش أتكلم عن مشاكل حسين الشحات والشيبي، والشيبي بيتحول لجنه الانضباط وبتاع. انا ما بحبش اتكلم عن المشاكل، ولكن محمد الشيبي لاعب بيراميدز بيستاهل كل اللي جراله، لان انت دلوقتي مشكله بتتحل كرويا. بعض الكارهين للنادي الاهلي لعبوا في دماغه وراح اشتكى حسين الشحات في القضاء المدني في مصر، والاتحاد الدولي بيرفض هذه النقطه. فدلوقتي بعد تهديد الاتحاد الدولي لاتحاد الكرة بإيقاف النشاط لتدخل القضاء المصري في الرياضة، الاتحاد الكرة حول الشيبي للجنة الانضباط، ممكن يتوقف من 8 ل 12 مباراة بسبب ان هو ذهب للقضاء الخارجي. دي مشاكل انا بيها، ولكن كله يعامل على ضمائره، وضمير محمد الشيبي لاعب سلوكيا سيء جدا في الكوره ولا اروع، ولكن لاعب سلوكيا سيء جدا. دي كانت طلة سريعة على اخبارنا لحضراتكم، مع وعد بكل جديد في حينه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.